السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي سويت اند ساور مع رنا. يا رب تكونوا بخير. لو اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي ان انتوا تشتركوا في القناه انتوا تشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل الاشعارات الخاصه بالقناه. عندي كل سنه واحنا طيبين ورمضان كريم عليكم. المقلوبه يعني على السفره بتضيف شياكه وطعم غني وجميل جدا. طيب، احنا اول حاجه هنعملها كده بسم الله الرحمن الرحيم هو البتنجان. يا ريت تجيبوا البتنجان زي ما قلت لكم كده الطويل المسحوب. انا في الوقت ده النور كان قاطع عندي طبعا فما معرفتش اصور لكم التصوير اللي هو. فبنجيبه ونقطعه بالطول، يعني حاولوا تقطعوه بالطول بس مش بالعرض، مش كده، لا بالطول زي ما انا موقفاه كده بالسكينه. وابداوا خدوها كده بالطول، عايزين تقشروه براحتكم، عايزين تخلوه قشر زي ما انتم عايزين. الطويله المسحوبه دي هي اللي هتديكوا الشكل الحلو قوي على فكره. يعني هو عادي لو انتوا ما عملتوهاش دايما يدوز زي انا ما عملتها في اول الفيديو كده، ممكن نقطع البتنجان والبطاطس جوه الرز عادي ونقلبهم في بعض مكعبات، مفيش مشكله خالص. لكن هي طبعا الحركه اللي معموله في اول الفيديو دي بتدي شكل حلو قوي قوي للصينيه. تمام. نبتدي بقى قطعنا كده البتنجان بتاعنا ونحط عليه شويه من الملح ونحط مصفى كده ونسيبه يصفي الميه بتاعته. وبعد كده نبتدي نقليه. نيجي بقى للخطوه التانية وهي الرز. احنا بنجيب بصلة، انا اسفة طبعا ما صورتهاش لان طبعا النور كان صعب جدا، واول ما رجع النور كملت التصوير. البصلة تبقى يا دوبك واخدة لون، يعني دبلانة، مش واخدة لون ذهبي ولا حاجة، لا تبقى لونها فاتح اللي هو يا دوبك واخدة اللون المصفر كده على خفيف. وامسك بقى الرز بتاعي اشوحه كويس جدا جدا جدا. واحط بهاراتي بقى، حطوا بهارات زي ما انتم عايزين. انا عن نفسي في اليوم ده حطيت بس هما شوية ملح وشوية فلفل. وصفات البصلايه بتاعتي فطلع لون الرز كده زي ما انتم شايفين هناك كده مصفر. نجيب بقى صينيه او حله، حاجه تكون ما بتلزقش. طبعا انا عامله كميه كبيره فعملتها في صينيه، مش هتنفع في حله. ودهنتها زيت كويس وهبتدي اسكن البتنجان بتاعي، اقعده كده اسيبه حتى لو وقع كده مش مهم. الاول بس اسكنه وبعد كده كله هيتظبط. دلوقتي هوريكم الحركه اللي خلته يبقى ثابت كده في مكانه، مش بيقع وماسك على الرز زي ما شفناه في اول الفيديو. بس نبتدي نحط واحدة على واحدة، مش واحدة لواحدة، لا نحط واحدة على واحدة علشان يمسكوا في بعض. خلصت تمام كده. طبعا بتبقى هي اطول من الصينية فكأننا ناشفين غسيل. وبعد كده جبت بطاطس قطعتها نفس تقطيعة البتنجان وحطيتها بالعرض، ودي اختيارية زي ما انتم عايزين. تمام. في الوقت ده لو احنا عاملين لحمة او عاملين فراخ هنحطها الاول في قعر الصينية، لكن لو معمولة زي انا ما عاملاها كده من غير لحمة ولا فراخ فهنحط الرز بتاعنا. انا كنت عاملاها يعني طبق محطوط وبقى بقية السفرة فيها الحاجات التانية بتاعتها. لكن انا قلت هي حلوة قوي مش شرط خالص تبقى بفراخ او بلحمة. وهبتدي احط بقى ايه الرز بتاعي. ابتدي بس ايه اظبطه كده كويس جدا وابتدي احط كل الرز. خلي بالكم حاجتين عايزه اقولهم بالنسبه للمقلوبه. اولا، طب استنوا الاول قبل ما اقول الحاجتين. طبعا انا بعد ما كنت مقطعه كده شرايح كنت مقطعه كمان بتنجان مكعبات وبطاطس مكعبات. بصراحه انا في المقلوبه بتبقى عندي عباره عن بتنجان فبمرمطها بتنجان وبطاطس بطريقه فوق الخيال. طبعا حركه اختياريه زي ما انتم عايزين. انا حطيت طبقه الرز وبعد كده البتنجان والبطاطس وبعد كده هرجع تاني اكمل بقيه الرز بتاعي. الحاجتين اللي انا حابه اقولهم، اولا المقلوبه بتاخد وقت اكتر من الرز العادي. يعني لو الرز العادي بتاعنا بياخد 10 دقايق ربع ساعه، فالمقلوبه بتاخد معاكم حوالي من نص ساعه لساعه عشان تستوي. دي حاجه. الحاجه التانية مقدار الميه لازم يكون كافي جدا، يعني يبقى مغطي الرز والبتنجان بتاعنا علشان تستوي براحتها. طيب انا هنا طبعا ما عنديش غطا، فهبتدي اقفلها بورق الزبده والفويل. طبعا انا كنت عامله مكعبات معاكم الماجي قبل رمضان، ودي الشوربه بتاعتها بقى، يعني حطيتها كده في ميه سخنه وسقيت بيها. طبعا انتوا عايزين بقى تسقوها بشوربه فراخ شوربه لحمه بميه بس وتزودوا فيها سمنه براحتكم خالص زي ما انتم عايزين. مقدار الميه كده بصوا بقى الرز عايم جوه الميه كده، تبقى مقدار الميه بتاعنا طبيعي يعني. تقريبا انا بحط لكل كوبايه رز حوالي من كوبايه ونص لكوبايتين ميه. تمام. عشان تبقى مظبوطه اكتر معاكم. ابتديت بقى هنا حطيت ورق الزبده وبعد كده حطيت الفويل بتاعي وهبتدي اقفل عليها كويس جدا. اول ما اسمع صوتها بتغلي على النار اغطي وهدي النار تماما. وده شكلها بصوا اتقلبت.
اقلبوها وسيبوها حوالي بتاع 10 دقايق مقلوبة، ما تشيلوش الصينية ولا اي حاجة. لو انتوا عايزين تحافظوا على الشكل ده خلوها تاخد الشكل بتاعها ده، بجد هتعجبكم جدا. اشوفكم في فيديو تاني، سلام عليكم.